في ديوانك مدينة بلا قلب يشعر الدارس بأن ثمة صدمة حضارية لك في عبر السبيل. هو طبعا صدمة، هي كانت صدمة أخلاقية. هو صدمة أخلاقية بأي معنى؟ بمعنى أنه أنا بالرغم من تمردي طبعا على حياة القرية وحياة يعني الحياة الهادئة المستقرة مليئة مفعمة بالفضائل، هذه الأخلاق، هذه الفضائل التي عشت عليها في الريف افتقدتها طبعا في المدينة الكبيرة. إذا في لنقف في مدينة القاهرة. هل كنت تقوم بإعادة إنتاج لدور بودلير الفرنسي الذي كان قد سجل تفاصيل المدينة الباريسية في شعره؟ طبعا، ولكن في ذاك الوقت لم أكن أعرف بودلير، وثم إن هناك فرقا كبيرا بيني وبين بودلير. إنه بودلير هو باريسي في الأصل، ولذلك صورة باريس كما نجدها في شعر بودلير هناك أشياء مشتركة كثيرة جدا حقيقة. المدينة بين صور بودلير عن مدينة باريس وبين صوري عن مدينة القاهرة في شعري. ولكن أنت تحس على كل حال أنه بودلير وهو حتى يتهكم على لا إنسانية الحضارة الحديثة الصناعية الموجودة في باريس، موت الأخلاق أو موت الإنسان في المدينة الكبرى. إذن في المدينة الصناعية يعني، أو في الحضارة الصناعية. هذا بودلير. بالنسبة لي الأمر كان مختلفا لأني أنا قادم من عالم آخر. أنا أقف في مقابل المدينة، أنا الطبيعة، أنا في مقابل الصناعة، أنا القرية في مقابل الريف، في مقابل المدينة، إلى آخره. لنقف هنا يا أستاذ أحمد عند دور المناخ الثقافي والفني والأدبي الذي تشبعت به أثناء إقامتك في فرنسا. تجربتي في فرنسا كانت تجربة مراجعة وتجربة تأمل، تجربة صمت بعد صخب كثير، وكنت محتاجا إلى هذا الصمت، وكنت محتاجا إلى هذه المراجعة. كانت فرصة لإعادة التثقف، وكانت فرصة يعني لاستعادة النفس أيضا. أنا لحسن الحظ أني انتقلت، ربما كان هذا الانتقال نوعا من الميلاد الجديد.